اسم القناة على يوتيوب ده يمكن واحد من أهم القرارات اللي أي حد بياخدها في بداية رحلته. والمشكلة إن كتير بيقعوا في فخ الاختيار العشوائي، وبعد شهور من الشغل والتعب بنكتشف إن الاسم ده بقى عقبة، اسم صعب أو الناس بتنساه أو حتى متاخد أصلا. بس تخيل كده لو الاسم ده من أول يوم كان هو سر القوة والانتشار، ده اللي بيفرق في كل حاجة. خلينا نسأل نفسنا سؤال بصراحة كده. اسم القناة الحالية هل كان اختيار مدروس ومخطط ليه؟ ولا مجرد فكرة جت في لحظة واتنفذت على طول؟ لو الإجابة هي التانية ما تقلقش خالص، دي غلطة شائعة جدا، بس اللي لازم نعرفه إن تأثيرها على المدى الطويل أكبر بكتير من اللي ممكن نتخيله. بصوا كده على الفرق ده. من ناحية في الاسم العشوائي، ده بيخلي القناة توه وسط الزحمة، اسم بيطير من الذاكرة بسرعة والناس بتتعب عشان تلاقيه تاني. ومن ناحية تانية في الاسم الاستراتيجي، ده اسم فريد بيلمع بيتعلق في الذهن على طول وبيخلي القناة تظهر في أول نتائج البحث. هنا بنشوف قد إيه القرار ده مصيري، وده بالظبط اللي هنركز عليه النهاردة. تمام، يبقى احنا كده حددنا المشكلة، بس الأهم طبعا هو الحل. في الجزء اللي جاي ده هنكشف عن خريطة طريق واضحة جدا هتحول كل الحيرة دي لوضوح تام، وهتساعدنا نوصل للاسم المثالي للقناة. في الدقايق اللي جاية هنفك شفرة الاسم الناجح، هنتكلم عن 3 قواعد ذهبية أساسية، وهنعرف إزاي نختار اسم يعلم مع الناس وما يتنسيش، وكمان إزاي نخليه صديق لمحركات البحث أو ال SEO، يعني يظهر بسهولة لأي حد بيدور. وفي الآخر هنكشف عن الأخطاء القاتلة اللي لازم نبعد عنها تماماً. يلا بينا ندخل في أهم جزء، القواعد الذهبية للنجاح. فكروا في النقط دي على إنها الأساس اللي هيبني عليه كل حاجة بعد كده، الأساس المتين لهوية القناة وعلاماتها التجارية القوية. القواعد دي بسيطة جدا لكن مفعولها سحري. أول حاجة، الاسم لازم يكون قصير وبسيط. تاني حاجة، لازم يكون سهل إن الناس تلاقيه في البحث. وتالت حاجة ودي مهمة قوي، لازم يكون قابل إنه يتحول لبراند أو علامة تجارية قوية. القاعدة الأولى قصير وبسيط. شوف، الاسم العبقري هو اللي بيكون سهل في كل حاجة، سهل في نطقه، سهل في كتابته، والأهم سهل إنه يفضل في ذاكرة الناس. الهدف المثالي كلمة أو كلمتين بالكتير قوي. افتكروا دايما، البساطة هي أقوى سلاح عشان الاسم يعلق في ذهن الجمهور. يعني الخلاصة هنا إيه؟ الاسم يكون كلمة أو كلمتين، سهل في الكتابة والنطق، ويا سلام لو مرتبط بموضوع القناة. والنقطة المهمة جدا، لازم نبعد تماما عن تقليد أسماء القنوات المشهورة. الهدف هو إننا نصنع هوية خاصة بينا، مش نكون مجرد نسخة من حد تاني. القاعدة التانية بقى، وهي إن الاسم يكون صديق لمحركات البحث أو ال SEO. اسم القناة مش مجرد اختيار فني، لأ، ده أداة تسويقية قوية جدا. تخيل إن الاسم نفسه بيشتغل معاك وبيساعد الناس تلاقيك. مجرد وجود كلمة أساسية مرتبطة بالمحتوى في الاسم ممكن يعمل فرق ضخم في ظهور القناة. طب ناخد مثال عملي عشان الموضوع يوضح. لو القناة مثلا بتعلم مهارات اليوتيوب، اسم زي يوتيوب من الصفر هيكون اختيار ممتاز، مباشر، واضح، والكلمة المفتاحية موجودة. في المقابل بقى لازم نتجنب تماما أي رموز غريبة أو أرقام عشوائية زي 1 2 3. الحاجات دي بتقتل فرصة ظهور القناة في البحث وبتصعب المهمة جدا على الجمهور. القاعدة الثالثة بتنقلنا لمستوى تاني خالص، إن الاسم يكون قابل يتحول لعلامة تجارية، براند. هنا لازم نفكر أبعد من يوتيوب. الاسم الفريد ده ممكن يبقى هو هويتك الرقمية الكاملة على كل المنصات، مش يوتيوب بس. بالظبط كده، الاسم القوي بيشتغل في كل حتة. تخيل نفس الاسم على انستجرام وتيك توك والموقع الإلكتروني الخاص بالقناة، ده بيخلق هوية رقمية متكاملة وقوية، والجمهور بيتعرف عليك فوراً في أي مكان يشوفك فيه. بعد ما عرفنا ايه الصح، مهم قوي نعرف ايه الغلط. خلينا نركز دلوقتي على الأخطاء الشائعة اللي كتير بيقعوا فيها. لازم ناخد بالنا كويس عشان اسم القناة ما يبقاش هو العقبة اللي بتعطلنا. الأخطاء الأربعة اللي لازم نبعد عنها تماما هي الأسماء الطويلة والمعقدة اللي محدش هيفتكرها، الكلمات الغامضة أو العامية قوي اللي محدش هيفهمها، تقليد القنوات المشهورة، وطبعا استخدام الأرقام والرموز العشوائية. كل غلطة من دي بتخلي القناة أصعب في التذكر والبحث. طيب، الكلام النظري حلو، بس تعالوا نشوف الموضوع ده بشكل عملي. المقارنة اللي جاية دي هتخلي كل القواعد اللي اتكلمنا فيها واضحة وملموسة تماما. شوفوا المقارنة دي. لو موضوع القناة هو الربح من الإنترنت، اسم زي الربح من الصفر قصير وبسيط، سهل تفتكره، في كلمة مفتاحية اللي هي الربح، وشكله احترافي ومميز. في المقابل تماما اسم زي فلوس ونجاح كل يوم مع محمد 123، طويل ومعقد، صعب جدا حد يفتكره، مفهوش كلمات مفتاحية واضحة، وفي رقم عشوائي بيخليه يبان غير احترافي بالمرة. الفرق واضح جدا. ودلوقتي وصلنا للخلاصة. لو في حاجة واحدة مهمة نطلع بيها من الشرح ده، فهي إن اسم القناة هو العلامة التجارية.
هو الواجهة الرقمية وأول انطباع بياخده عنك أي مشاهد محتمل. في مقولة بتلخص كل ده: اختيار اسم القناة الصح من البداية هو نص المعركة اللي كسبتها. القرار ده مش قرار صغير أو بسيط، لا، ده استثمار حقيقي في نجاح القناة على المدى الطويل. وفي النهاية السؤال اللي بنسيبه مفتوح هو إيه هي العلامة التجارية الرقمية اللي هتبنيها؟ فكر كويس في القواعد دي واستخدمها عشان تبني اسم قوي مميز يفضل مع الناس. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.